نعم، خلفاء الرسول علي وعمر وابا بكر وعثمان، والخليفة الرابع علي كرم الله وجهه. ولكن ما يجب، لأن هناك من أحد الشيوخ صعد على المنابر وذكر شيئا ما نصدق به ونركض وراه، لا، مو هذا الصحيح. الصحيح احنا مسلمين عندنا كتاب واحد، وانت كإنسان مثقف واللي اللي عارفه غالبية دول الخليج. طيب وحيد، معذرة اعذرني، بس عشان ابغى اجابة سريعة. انا الاذان قريب عندي، اذان المغرب حسب توقيت العاصمة المقدسة مكة المكرمة. تفضل لك المايك. ما حكم من يقول هذا الكلام، ان الرجل الاجنبي يدخل بدون استئذان ويرى؟ والله يا سيدي، يدخل على فاطمة أو ما يدخل على فاطمة، يعني دخل على فاطمة وشنو صار يعني؟ الشريف شريف ولو تحط بمليون واحد سخيف، لو تدخل مليون سخيف هو إذا كانت السيدة فاطمة سلام الله عليها شريفة، فما يما هذا الرجل دخل عليها أو ما دخل. ولا تعال اللي ذكر هذا الشيء ولا مجرد قال وقال فلان. لحظة بالموضوع، أنا بالموضوع يعني عندك عادي، يعني عادي أن تسمح يعني لأحد أن يدخل عليها، زوجتك نفسها الحين أحد يدخل عليها. تفضل لك البيت. والله سؤالك حلو. بالنسبة لي أعرف زوجتي شريفة، مع احترامي للأخوات اللي موجودات بالروم، أخليها تخلع ملابسها وتنزل للحمام مع الرجال، ما أخاف عليها. شفت انك ديوث. طبعا زوجته يا اخوان تتعرى عادي يا اخوان، خذ الامر ببساطه. هذا دينه، هذا دينه. سمعتوا يا احبه، بارك الله فيكم.